بسم الله الرحمن الرحيم. معروف إنه الدراما في اليمن نادرة جدا، عشان إنه اليمنيين معروفين بأنهم مجتمع محافظ. وأنتم عارفين إنه الدراما بشكل عام هذه الأيام يوصلوا فيها للناس حاجات هبلة، زي مثلا إنه الحب فوق كل شيء، يعني تقديس للحب، وإنه ممكن الحبيب يخطف حبيبته عشان أهلها مش موافقين عليه، وإنه ممكن الحبيبة تنتحر عشان حبيبها بطل يحبها. يعني بالمختصر يشجعوا على الحب بس بالطريقة الأمريكية، يعني بين قوسين تجربة المنتج قبل الشراء. إن شاء الله تكونوا فهمتم. في دول عربية كثيرة أبدعت في الدراما أكثر من أمريكا نفسها، وعملت أفلام ومسلسلات مش بس تروج لعلاقات البنات مع الشباب، بل تروج للعلاقات المحرمة مرة واحدة. يعني تخيلوا الأمر. المهم هذا مش موضوعنا، خلونا ندخل في الموضوع اللي نيجي نتكلم عليه. مسلسل هفة. مسلسل هفة من المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان، إن لم يكن الأكثر على الإطلاق، وأبطاله من كبار الممثلين المعروفين في اليمن، يعني هم كلهم خمس أنفار. المهم أن المسلسل هذا كان في بداية الجزء الأول كوميدي أكثر من كونه درامي، بعدين في نهاية الجزء الأول بدأ يصبح درامي زيادة حبتين، وبدأ عبود اللي يشتغل فراش في المصحة يحب دكتورة المصحة. المشكلة منه مش هنا، بس المشكلة في اللي حدث بعد كذا. انتهى الجزء الأول وما اكتملت قصة الحب اللي بينهم. بعدين في بداية الجزء الثاني صراحة بدأت الأحداث تصبح أقرب إلى التخريف. من بداية تمحور قصة المسلسل على ذاكرة 8 جيجا، وإنه هذه الذاكرة ضاعت من عند واحد لعند واحد، وما فيش حد من اللي كانت معاهم قدر حتى يعمل لها نسخة واحدة. يعني كان تسلسل الأحداث مش منطقي. طيب ربما هذا الشيء من الممكن نتجاوز عنه، لكن الحاجات اللي أعتقد إنه مش ممكن تدخل بالرأس خالص مثل هذه. نجوى وعبود. إحنا سمعنا عن شخص مات من أجل حبيبته، وسمعنا أيضا عن شخص جلس طول عمره وهو حزين عشان حبيبته ما تزوجتوش. بس طبعا هذا مش عندنا في اليمن، عندنا يتزوج بدل واحد أربعة. المهم أنا أول مرة بحياتي أسمع إنه شخص يدخل مصحة المجانين عشان بنت يحبها، وهذا الشخص من اليمن. المصيبة مش في الحب ولا في الجنان ولا في إنه يمني، المصيبة إنه نهاية المسلسل تطلع البنت اللي كان يحبها أخته. شكله الكاتب كان يشوف فيلم هندي ويكتب القصة حق المسلسل. مش كذا بس، المصيبة إنه حصلت حاجة فظيعة، لا المنتج ولا المخرج ولا الممثلين ولا يمكن حتى المشاهدين انتبهوا لها. عبود حب نجوى من لما كانوا صغار، وهذا يعني إنهم كانوا تقريبا في نفس العمر، لأنه نجوى نفسها قالت لعبود في أحد الحلقات: تذكر لما كنا نلعب هناك؟ هذا معناه إنهم كانوا يلعبوا مع بعض، والشيء المنطقي إنهم يكونوا بعمر واحد. لكن زي ما نعرف إنه في آخر حلقة اتضح إنها أخته من أمه اللي أنجبته من الدكتور عبد المنعم، اللي تزوجها بعد 4 سنوات من رحيل زوجها السابق اللي هو نعمان، اللي ترك لها نجوى وأخوها اللي قد كانوا أطفال صغار في هذاك الوقت. وعلى هذا الأساس تصبح نجوى أكبر من عبود ب5 سنوات على الأقل، وهذا الشيء لا يقبله العقل. اللخبطة. أحداث المسلسل بشكل عام تجيب لك الدوخة، لأنه كل واحد من أبطال المسلسل طلع في نهاية المسلسل بينهم قرابات أو صلات، يعني من بعيد. على سبيل المثال حزام اللي كان يشتغل مع عبود طلع ابن عمته، والمرة اللي كانت تكره عبود طلعت أمه، والشخص الذي أخذ دليل براءة عبود يطلع في النهاية أبو حبيبته السابقة اللي طلعت أخته من أمه. الدكتور اللي كان يشتغل في المصحة يطلع متزوج مرة نعمان بالسر، ونجيب منها شخص اسمه عبود اللي هو حب بنت أمه اللي هي بنت نعمان اللي جمعهم القدر تحت سقف واحد. يا سبحان الله. كاريزما البطل لا تناسب الدراما. احنا تعودنا نشوف البطل اللي هو صلاح الوافي في أدوار كوميدية، لكن كانت هذه المرة الأولى اللي نشوفه في دور جاد، وأعتقد أنه لو استمر على الكوميديا أحسن، يعني من وجهة نظري الخاصة. وأيضا في نقطة أنا استغربت منها، إنه بطل المسلسل هو نفسه مؤلف القصة، هو نفسه المخرج. غريبة. عموما هذه أخطاء لاحظتها أنا شخصيا كمتابع طبيعي للمسلسل،
طبعا هذه مشكلة الأخطاء، عاد باقي أخطاء كثيرة غير هذه. يعني أنا خرجت هذه الأخطاء من مجرد متابعة بعض الحلقات، لأنها كانت أخطاء ظاهرة للعيان وما تحتاج تمعن. وهذا كله مش للسخرية ولا للتندر، بس علشان يكونوا على الأقل يقدموا حاجة يقبلها عقل المشاهد وبس، فقط.